الحكاية دي حصلت في مركز صدفة في أسيوط. كان في بيت شكله عادي جدا، بس كان بيحصل فيه حاجات غير مبررة لوقتنا الحالي. والأغرب إن في أقوال أحد الشهود من كبار السن في المحضر الخاص بالبيت قال جملة غريبة: البيت ده ما اتبناش، البيت ده اتفتح. في أوائل التسعينات، في عيلة مكونة من أب أستاذ رؤوف موظف، وأم ست بيت، وثلاث أولاد، واحد في إعدادي واحد في ابتدائي، وبنت صغيرة عندها 5 سنين. نقلوا البيت جديد في محافظة أسيوط، مدينة اسمها صدفة. كان بيت طبيعي جدا، متكون من دورين. الدور الأول العلوي كان فيه 3 أوض، لكل طفل أوضة ومطبخ وحمام. وكان في الدور الأرضي أوضة الأب والأم وباقي أركان البيت. ما كانش فيه أي مشكلة في البيت ده. أول أسبوع عدى عادي، ولا فيه أي صوت ولا أي أحداث غير طبيعية، لحد ما الجيران لاحظوا حاجة غريبة. كل ليلة في قرب الساعة 12 تقريبا، نور شمع بيطلع من الشباك. مش لمبة كهرباء عادية، لأ، شمع حقيقي وكتير، كأن البيت بيتحرق من جوه. بس اللي كان بيطمنهم إن هما بيشوفوا ظل العيلة وهما بيتحركوا عادي جوه البيت. قالوا يمكن العيلة بتحب الجو الهادي، مفيش حاجة غريبة. بس الغريب إن الشمع كان بيفضل شغال لغاية الفجر، لا بيزيد ولا بيقل ولا بيطفي. الأغرب إن الصبح الأب كان بينزل شغله بدري في ميعاده، والأم بتنزل توصل الأولاد للمدرسة عادي، ولا كأن دي ناس سهرانة لبعد الفجر. الأحداث بقت بتتكرر يوميا بنفس الترتيب. بس الجيران ما اشتكوش، ما كانش في حاجة تستاهل الشكوى. مفيش أصوات مزعجة، مفيش أي مشكلة. المشكلة الحقيقية بدأت لما العيلة دي نزلت في أجازة آخر الأسبوع لبلد الأم، وقفلوا البيت وحطوا قفل واضح على مدخل البيت بيدل إن هما مش موجودين. وجاء الوقت الموعود، الساعة 12 منتصف الليل، الشموع بتنور، ظل العيلة بيتحرك جوه البيت، أصوات كركبة عالية جاية من جوه البيت نفسه. وهنا تبدأ القصة. في البداية الجيران فكروا إنهم قطعوا أجازتهم ورجعوا لأي سبب من الأسباب. بس المشكلة الجديدة كانت صوت الكركبة اللي حاصل. المرة دي الموضوع بقي مزعج. نزل جارهم أستاذ عادل عشان يستأذنهم يوطي الصوت. بس كانت المفاجأة اللي شافها أول ما وصل كفيلة تخليه ما يتجرأش إنه يخبط عليهم. القفل كان محطوط على الباب. العيلة ما رجعتش من أجازتها. أمال مين اللي مولع الشمع ده فوق؟ رجع أستاذ عادل بيته وقفل شبابيك البيت، وقال لمراته على اللي شافه، وإنها ما تبصش من الشباك تاني. وعدى اليوم، وتكرر الموقف في يومين الأجازة لغاية ما العيلة رجعت. وفي اليوم اللي بعده، بعد ما الأب راح شغله والأولاد نزلوا المدرسة، كان فضول زوجة أستاذ عادل أكبر من خوفها. راحت وخبطت على البيت، واستقبلتها زوجة الأستاذ رؤوف وقعدوا يتكلموا. ومن غير أي مقدمات ابتدت تسألها عن الشموع اللي بيشغلوها كل يوم والأصوات اللي بتسمعها. فلقيت ملامح زوجة أستاذ رؤوف كلها استغراب، وقالت لها إن مفيش أي حاجة من اللي بتقول عليها دي بتحصل. والنصيب الأكبر من الاستغراب لما حكت لها عن يوم الأجازة، وإن ده حصل وهم المفروض مش موجودين. هنا ابتدت زوجة أستاذ رؤوف تربط الأحداث وتحكي لها عن حاجات غريبة بتحصل في البيت فعلا. إن كل يوم بتسمع صوت حد بيصحيها، وبتقوم ما بتلاقيش حد. والموضوع بقى بيتكرر بمضاعفات. إنها بقيت لما بتتعدل بسرعة من على السرير بتلمح ظل لحد خارج من الأوضة. صوت خطوات حد بيطلع على السلم، تجري بسرعة وتطلع برضه ما بتلاقيش حد، وبتلاقي الأولاد نايمين عادي. وده كان بيحصل في نفس الوقت اللي جارتها بتحكي لها إن البيت ده كان بينور بالشموع.
والأحداث ما انتهتش هنا. الأم بدأت تحس بتغييرات واضحة على أولادها. محمد ابنها الكبير كانت بتلاقيه بيصحى من النوم بالليل بيتكلم مع نفسه كأنه بيتخانق مع حد، ولما بتقول له بتكلم مين يقول لها بعصبية خليهم يسكتوا صوتهم عالي، ويرجع ينام تاني. ومرات تانية تسمع صوت مصطفى الابن الأوسط بيصرخ، تطلع تجري عليه تلاقيه باصص ناحية باب الأوضة وبيصرخ رجع تاني أهو واقف وراكي، بس ما كانتش بتلاقي حد. والأغرب إنها لقيت مع سلمى بنتها الصغيرة لعبة غريبة مش من ألعابها، ولما سألتها جبتيها منين قالت لها طنط جابتها لي. طنط مين؟ طنط اللي في الحيط. الجارة استغربت من اللي بتسمعه، وهي ازاي ساكتة عليه وليه ما بلغتش أو جابت شيخ يشوف المكان. قالت لها إنها كانت بتقول إن كل دي أوهام أطفال وإن مفيش حاجة، بس اللي غير ملامح الجارة وخلاها تقوم تمشي من غير ما تنطق ولا حرف إنها لما سألتها إذا كان جوزها بيسمع أو بيشوف حاجة قالت لها إن جوزها توفى من سنة وهم نقلوا لهنا عشان مدارس الأولاد وعايشين بمعاشه. الجارة قامت بلا أي نقاش واستأذنت عشان تمشي، ورجعت البيت قفلت على نفسها وشغلت قرآن وهي مشغلة كل أنوار الشقة. وفي نفس الليلة دي، في ليلة شتاء ومطر تقيل قرب الساعة 2 الفجر، الجيران سمعوا صوت صريخ، مش صريخ عادي، صوت حد بيستغيث. جريوا على البيت وكسروا الباب. أول ما دخلوا الهدوء كان مرعب، البيت فاضي مفيش حد، الشمع مولع في كل الأوض، الحيطان سودة كأن في حريق كان في المكان، مفيش أي أثر لحد. العيلة اختفت ولا حد شافهم تاني. عملوا بلاغات ومحاضر اتفتحت وما اتقفلتش، دوريات بحث ولا في أي أثر. البيت اتقفل واتشمع بالشمع الأحمر واتمنع أي حد يدخل فيه لغاية ما المجلس أمر بهدمه في أواخر التسعينات، بعد ما كترت البلاغات من ناس بتقسم إنها لما تعدي بعد نص الليل بتشوف نور الشمع وتشوف ظل العيلة بيتحرك جوه البيت، وإنهم المرة دي وفي بعض الأحيان كانوا بيشوفوا الأب هو اللي بيوصل الأولاد والأم بتودعهم من مدخل البيت. هذا ما حدث والله أعلم. أنا محمود وائل ودي حواديت السندباد. دمتم سالمين.